السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مقارنة خفيفة كده أوي ما بين بيبسي وكوكا كولا في الطعم والمذاق، وإزاي الناس بتفرق ما بينهم، وإزاي الناس بتعرف تفرق ما بينهم. لو اتكلمنا عن كوكا كولا وبيبسي عامة، هي طبعا مياه غازية بتتكون من الاتنين من 80 ل90% من ثاني أكسيد الكربون المنقى، والاتنين ده اللي بيعمل عملية الفقاعات، والاتنين فيهم الكراميل، الاتنين فيهم اللون المميز، الاتنين فيهم الكافيين، الاتنين فيهم طعم المرارة، الاتنين فيهم النكهات الطبيعية اللي محدش بيعرف سرها حتى وقتنا هذا. فيهم سكر، فيهم حمض الستريك، حمض الفوستريك. فالاتنين مشتركين في كل هذه التخصصات أو المجموعة من الأحماض دي. بيفرق بس اللي ممكن البيبسي بتختلف اللي فيها حامض أكتر، الكولا فيها أملاح أكتر. بس لو جينا بقى نفرق ما بين الاتنين كدراسات أو أرقام عامة، يعني هنلاقي عندك مثلا اللي البيبسي فيها نسبة الكافيين 37.5، أما لو بصينا للكولا هنلاقيها 34.5 مللي جرام. ماشي. عندك هنا في البيبسي فيها حامض أكتر، الكولا فيها فانيليا أكتر. العكس هنا، في هنا صوديوم أقل، هنا صوديوم أكتر. السكر أكتر في البيبس، السكر أقل في كوكا كولا. البيبسي تلاقيها دايما كده أكثر حدة كده من الكوكا كولا حتى في طعمها. طبعا الكولا فيها نسبة أملاح أكبر بكتير من البيبسي. فبالتالي الناس اللي هي الذواقة أو بتشرب الحاجات دي تقدر تفرق ما بينهم. أنا واحد من ضمن الأيام كنت أقدر أفرق ما بين الكولا والبيبسي عامة يعني. بس البيبسي أكثر حدية كده، تحس إنها تديك صودا أكتر، ليها طعم مختلف نهائي عن الكوكا كولا. تشرب الكوكا كولا تحس إن الصودا بتاعتها خفيفة، ما فيهاش نسبة الصودا بتاعتها أقل. فده بص الفرق ما بين الاتنين كده، تعرفهم سواء دي أو دي. طبعا هما شركتين عالميتين، واللي هو بيشرب الحاجات دي على طول أو ليه فيهم يقدر يعرفهم يعني. بس مذاق عامة يعني، لو بنفرق في المذاق والطعم، البيبسي نمرة 1 طبعا، نمرة 1. مذاقها مختلف تماما عن الكولا، إن كان حتى هما ساقعين أو باردين فلها طعم خاص فيها يعني. ويبقى كده عملنا لكم مقارنة ما بين الاتنين، وده كده يبقى أنا لميت لكم الفرق ما بين الاتنين في المذاق. والمقارنة بقى دي حاجة ترجع لكم في الآخر. وده كان كل ما لدينا في الفيديو دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.